ده digestive system ولا ده ولا ده ولا ده؟ لا، ال digestive system اللي هو موجود ده. فهنكتب له figure number 2. طيب سؤال نمبر 2 بيقول لي which figure represents the human respiratory system؟ الجهاز التنفسي. أنه respiratory system من الأربعة؟ آخر واحدة اللي هو figure number 4. طيب هنبدأ بقى نتكلم بالتفصيل عن السيستمز اللي موجودة عند ال living organisms. بيقول each living organism has different way to adapt to live in its environment. كل living organism عنده different way، طرق مختلفة يعني بحيث ان هو يقدر يعيش في الانفايرمنت اللي هو موجود فيها. So the body of a living organism سواء بقى كان human او كان animal is made of systems. كل جسم كائن حي بيتكون من systems. بيقول لي زي ايه السيستمز اللي عند الكائنات الحية؟ زي الدايجستيف سيستم اللي هو الجهاز الهضمي، زي الريسبيراتوري سيستم الجهاز التنفسي، زي النيرفس سيستم الجهاز العصبي. كل دول احنا هناخدهم الترم دوت باذن الله. طيب هنا digestive system، respiratory system، nervous systems، كلهم عبارة عن systems. طب أنا عايز أفهم يعني إيه system ذات نفسه. فبيقول لي السيستم دوت هو it's a group of organ، هو مجموعة من الأعضاء. لو لاحظت في الصورة اللي كانت فوق ديت، لو لاحظت في الصورة اللي فوق هلاحظ إن كل سيستم من دول بيتكون من different organ. يعني بص هنا الليفر، هنا الاستومك، هنا السمول انتستين، لارج انتستين، بنكرياس، كل دول organs مختلفة. هنا مثلا في lung، في nose، في mouth، دوت different organs. هنا هنلاحظ شوية حاجات برضو مختلفة هنتكلم عنها في النيرفس سيستم. طيب فبيقول لي ايه هو السيستم؟ عرفت ان السيستم دوت it's a group of organ، هو مجموعة من الأعضاء. يبقى ايه هو السيستم؟ it's a group of organs that work together. يعني الاورجنز دي بتشتغل مع بعضها to perform a specific function، عشان تقوم بوظيفة معينة. يبقى ايه هو السيستم؟ it's a group of organs، هو مجموعة من الأعضاء that work together، بتشتغل مع بعضها to perform a specific job، عشان تقوم بوظيفة معينة أو بفانكشن محدد. فبيقول لي إن الdigestive system والrespiratory system are working together. حتى الdigestive system والrespiratory system هم كمان بيشتغلوا مع بعض. طب ليه؟ بيقول لي عشان يحصلوا على الانرجي to get energy from food and breathing، عشان يحصلوا على الطاقة من الأكل ومن التنفس. فالدايجستيف سيستم بيشتغل مع الريسبيراتوري سيستم عشان الاتنين يحصلوا على الانرجي من الفود والبريثنج. خلاص يبقى تاني ايه هو السيستم؟ فبنقول ان السيستم دوت هو جروب اوف اورجانز، مجموعة من الأعضاء that work together، بتشتغل مع بعض to do a specific function، عشان تقوم بوظيفة معينة. طيب وقلنا ان الدايجستيف سيستم والريسبيراتوري سيستم are working together، بيشتغلوا مع بعض to perform a specific function، عشان يقوموا بوظيفة، عشان to absorb energy from food and breathing، عشان يمتصوا الطاقة من الغذاء ومن التنفس. طيب هنا بيقول لي في الدرس دوت هنبدأ نتكلم عن الدايجستيف سيستم والريسبيراتوري سيستم. بيقول لي why do we need to eat food؟ ده سؤال مهم. احنا ليه بناكل؟ احنا بناكل we eat food to get energy، عشان نحصل على الطاقة and get nutrients different يعني هنا بيقول لي because food contain different nutrients، بيبقى فيه عناصر غذائية مختلفة زي الفيتامينز، زي البروتينز. دول عناصر غذائية that give us energy، بتديني energy to do activities as walking, talking and even during sleeping. يعني الطاقة اللي احنا هناخدها من الأكل دي هتساعدني وأنا بتكلم، وأنا بمشي، وأنا بفكر، حتى وأنا نايم بنحتاج energy. طيب بيقول لي and do body function as heart beating, breathing and thinking، وبتساعد ان الجسم ان هو يشتغل زي الهارت بتاعي وهو عمال يعمل beating، يدق كده مثلا، او two lungs وهم عمالين يعملوا absorption للاكسجين ويتنفخوا وتاني ينكمشوا، و thinking، وفي التفكير كمان بنحتاج energy. طيب اوكي
هنا بيقول in one day في اليوم الواحد your body needs a lot of energy بيحتاج طاقة كتير جدا جدا جدا. So your heart beats around more than 1000 times يعني القلب بتاعنا بيدق أكتر من 100,000 مرة في اليوم الواحد. وبنتنفس بنعمل breathe يعني over 20,000 times يعني بنتنفس في اليوم الواحد أكتر من 20,000 نفس. فهنا بيقول لي طيب الدايجستيف سيستم إيه الوظيفة بتاعته؟ بيقول لي الدايجستيف سيستم دوت اللي هو الجهاز الهضمي. طب بعمل بيه إيه؟ من اسمه بعمل دايجستشن للفود، بهضم بيه الطعام أو الفود اللي أنا باكله. فبيقول the digestive systems breaks down food into smaller parts بيبدأ يكسر الفود اللي احنا بناكله لأجزاء صغيرة that your body can use بتقدر تستخدمها الجسم بتاعي in a process. اسمها ايه البروسيس اللي بيقوم بيها digestive system؟ اسمها digestion process. طيب بيقول لي ايه بقى هي digestion process؟ احنا قلنا digestive system بيعمل break down للفود بيكسر الفود into smaller parts. فايه هي digestion process؟ فبنقول it's a process of breaking down food into smaller parts. باكل قطعة تفاحة كده ببدأ أقصرها لحتت صغيرة جدا جدا جدا، دي عملية الهضم. طيب that the body cells absorb and use them to get energy and grow اللي بيستخدمها الجسم يبقى هو بيعمل أول حاجة break down للفود into small parts بيكسر الفود لحتت صغيرة بتقدر البادي سيلز تمتصها، الخلايا بتاعت الجسم تمتصها to get energy عشان تحصل على الطاقة and grow الجسم بتاع الكائن الحي دوت يكبر. يبقى تاني إيه هي digestion process؟ It's a process of breaking down of food. هي عملية تكسير الفود into smaller parts لأجزاء صغيرة. الأجزاء الصغيرة ديت البادي سيلز الخلايا بتاعت الجسم تبدأ تمتصها تعمل لها absorption. فلما تمتصها يبدأ الجسم بتاعي يبدأ الجسم بتاعي يحصل على النيوترينتس العناصر الغذائية اللي هي بتساعده to grow and survive بحيث ان الجسم بتاع الكائن الحي دوت يكبر ويقدر يعيش. طيب هنبدأ نتكلم عن الدايجستيف سيستم بالتفصيل. عايز اعرف هو بيتكون من ايه الدايجستيف سيستم. طيب الصورة دي مهمة، استنى كده بصوا كده واحدة واحدة. هنا أول حاجة الدايجستيف سيستم بيتكون من أول أورجان في الدايجستيف سيستم هو أنت اختفيتي ليه؟ أول أورجان في الدايجستيف سيستم هو اوكي اول اورجان في الدايجستيف سيستم هو الماوث اهو. طيب الكلمات ديت كلها عليا حفظ وعليا احفظ اللوكيشن بتاع كل اورجان مع في الدايجستيف سيستم. يبقى اول حاجه هو الماوث، بعد كده ثروت او فارنكس اللي هي الجزء دوت كده اسمه ثروت او فارنكس. طيب ثالث اورجان عندي اسمه اسوفيجاس. اسمه ايه؟ اسوفيجاس. ايه هو الاسوفيجاس؟ قلنا الاسوفيجاس دوت هو الجزء الطويل خالص دوت وهتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي. طيب ثالث اورجان رابع اورجان عندي اسمه ستومك. الستومك ديت اللي هي المعده، دي اسمها ستومك. دي اهو شايفين السهم مشاور فين؟ ديت الستومك. طيب نمبر 5 اسمه سمول انتستين. ادي السمول انتستين اللي هي اللي جوه دي اسمها سمول انتستين. طيب واللي بره دي اسمها لارج انتستين وديت اخر اورجان في الدايجستيف سيستم. يبقى تاني بيتكون من ماوث throat or pharynx، بعد كده esophagus، بعد كده stomach، small intestine، بعد كده large intestine آخر حاجة. اللوكيشن بتاعت كل organ قلت عليها حفظ ومهمة جدا. طيب بالتفصيل بقى عايز أعرف بيقول لي قبل ما أدخل في التفصيل بيقول لي إن digestive system starts with بيبدأ بالماوث. ولو بصيت في الصورة اللي فوق كده هلاحظ إن هو بينتهي بأورجان اسمه انوس. الانوس ديت هو المكان اللي بنخرج منه الفضلات. فبيقول لي and end with anus بينتهي بيه الانوس. يبقى start digestive system start with mouth and end with anus وبينتهي بيه الانوس. طيب زي ما قلنا اول اورجان في الدايجستيف سيستم هو الماوث. بصوا كده على الماوث ده هنلاحظ ان هو بيتكون من 3 main parts 3 اجزاء رئيسيه. اول حاجه هي التيث الاسنان بتاعتي، تاني حاجه التانج اللي هو اللسان، اوكي. تالت حاجه اسمها سلايفا. السلايفا دوت اللي هو اللعاب اللي بيبقى موجود هنا، اللعاب اللي هو الليكويد اللي موجود في الفم بتاعنا. طيب اول حاجه زي ما قلنا التيث اللي هي الاسنان. بتعمل ايه التيث في الدايجستيف سيستم؟ احنا بنستخدم اسناننا في ايه؟ كلت مثلا تفاح او قطعه فراخ، ايه اللي بيحصل؟ اسناني بتبدا تعمل لها breaking down into small parts، تبدا
واحنا بنعمل chewing مضغ للاكل بتبدا ان هي تقطعها لحتت صغيره، تعمل لها breaking down into small parts. فهنا بيقول لي they crush food during chewing، واحنا بنمضغ الاكل هي بتعمل كراش للفود. طب تاني حاجه السلايفا، بيقول لي السلايفا دوت هو عباره عن ليكويد، الليكويد اللي موجود في بقي انا وانا بتكلم او باكل بيبقى فيه لعاب جوه كده. السلايفا دي بيقول لي هي عباره عن ليكويد سبستانس، ماده سائله in the mouth في الفم. طيب بتعمل ايه؟ بيقول لي it moistens food، بترطب الاكل اول حاجه and begins to break it down، وبتبدا تكسره لاجزاء اصغر. يبقى ايه هي السلايفا؟ هي عباره عن ليكويد سائل كده موجود في الماوث بتاعنا، بيعمل حاجتين. it moistens the food، بتبدا تخلي الفود بتاعي رطب، رطب يعني طري. طيب تاني حاجه بيقول لي it starts the digestion process، بتبدا تعمل begins to break down the food، بتبدا تكسر الفود. اخر حاجه بيقول لي التانج اللي هو اللسان، وظيفته ايه التانج بتاعنا في الدايجيشن بروسيس؟ ان هو بيعمل ميكس للفود with saliva. فبنقول التانج it mixes food with saliva، بتخلط الاكل بالفود، بتخلط الفود بالسلايفا، فبالتالي الفود بتاعي بيبقى مويستشر كده، يعني سهل ان احنا نبلعه وما يعورناش. خلاص فهمنا الماوث. تاني اورجان عندي قلنا اللي هو الاسوفيجاس. طيب مالها الاسوفيجاس؟ الاسوفيجاس ديت هي عباره عن لارج تيوب، انبوبه زي ما احنا شايفين كده، انبوبه طويله طويله. مالها بقى التيوب دي؟ الوظيفه عندها وظيفه واحده بس، بتعمل موف للفود from the mouth to the stomach، بتوصل الاكل من الماوث لغايه الاستومك بتاعتي. طيب زي ما قلنا عندي تاني اورجان عندي هو الاسوفيجاس. الاسوفيجاس ديت هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن لارج او لونج تيوب، انبوبه طويله، ليها فانكشن واحده ان هي موف ذا فود داون فروم ذا ماوث تو ذا ستومك، بتوصل الاكل من الماوث هنا لغايه يفضل نازل 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 لغايه ما يوصل لي الاستومك. فبيقول لي ايه هو الاسوفيجاس؟ اتس ا لونج ماسكولار تيوب، هي انبوبه عضليه طويله. مالها؟ بيقول لي it allows the food to move from through down into the stomach، بتوصل الاكل من الماوث لغايه الاستومك تحت، من هنا توصله من هنا من الماوث لغايه الاستومك، دوت الوظيفه بتاعتها. طيب الاستومك اهم بارت في الدايجستيف سيستم هو الاستومك. تعالوا نشوف مالها الاستومك. اول حاجه بيقول لي ان الاستومك هي عباره عن ماسكولار اورجان. ماسكولار اورجان يعني انبوبه عضليه. مالها؟ هنا بيقول لي it's a muscular organ طيب هي طيب انبوبه عضليه شبه العضله كده، ثانيه كيس شبه العضله كده، فيقول لي it's a muscular organ يعني هو عضو عضلي شبه الكيسه كده. فبيقول لي بيقول لي ان هي mix the food with stomach acid and digestive juices، بتخلط الطعام مع حاجتين. اول حاجه اسمها ستومك اسيدز، وديت الاحماض المعويه اللي موجوده في المعده بتاعتنا. تاني حاجه اند دايجستيف جوسز، عصارات هاضمه. السؤالين دول بيجوا في الكومبليت. يبقى اول حاجه اتس ا ماسكولار اورجان، هي انبوبه هي عضو عضلي. تاني حاجه بيقول it makes food with stomach acids and digestive juice. طيب هي ليه بتخلط الاكل اللي احنا اكلناه بالدايجستيف جوسز والستومك اسيدز؟ هنا بيقول لي بيقول it change the food into soupy liquid، عشان تحول لي الاكل اللي انا اكلته سواء بقى تفاح فراخ لحمه، بتحولها للسوبي ليكويد، سائل لزج كده شبه الصابون. اوكي طيب بيقول food stay in the stomach for a few hours، هيفضل موجود في الاستومك لعدد معين من الساعات، مده صغيره من الساعات. بيقول لي then the muscles of the stomach move the food into a long winding tube، هتوديها الأنبوبة تانية طويلة هنا كده اسمها small intestine. طيب
يبقى تاني هنتكلم عن الاستومك. اول حاجه بيقول لي it's a muscular organ، هي عضو عضلي. بيعمل ايه؟ بيعمل mixing للفود with digestive juices and stomach acids، للعصارات المعويه digestive juices اللي هي العصارات الهاضمه. طيب تاني حاجه بيقول لي the food stay in the stomach for a few hours، يعني الاكل هيفضل موجود في الاستومك لعدد معين من الساعات. بيقول لي بعد كده then the muscles of the stomach move the food، هتودي الاكل بعد كده لمين؟ للسمول intestine. خلاص؟ اوكي. زي ما قلنا السمول intestine هي عباره عن long winding tube. طب تعالوا نشوفها بالتفصيل. بصوا كده، ادي الاستومك اهي هتفضل ماشيه 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 وتوصل بعد كده الفود للسمول انتستين. كل دي السمول انتستين. خلاص؟ امسح. اوكي. طيب هنا بيقول لي ايه هي السمول انتستين؟ اتس ا لونج وايندينج تيوب، هي انبوبه طويله. بيقول لي اللينث وتعتبر اكبر جزء في الدايجستيف سيستم. بيقول لي الطول بتاعها بيوصل لكام؟ اللينث بتاعها more than 6 meters، اطول او اكتر من 6 متر. طيب بيقول the juices of pancreas and liver. شايفين البنكرياس اللي هو ده كده اسمه بنكرياس، ودي اسمها الليفر الكبد. البنكرياس والليفر secretes their juices، بتخرج العصارات بتاعتها بتوديها للسمول انتستين. طب السمول انتستين جالها الفود في شكل سوبي ليكويد من الاستومك، تبدا الليفر والبنكرياس secrete their juices، هم كمان يحطوا العصارات بتاعتهم في السمول انتستين. فبعد الفود ما كان سوبي ليكويد تبدا تكسر فيه اكتر لغايه ما يتحول لحاجه اسمها نيوترينت، عناصر غذائيه. يبقى تاني الجوسز of pancreas and liver flow into the small intestine، بتبدأ تتحرك في السمول intestine and help in breaking down، تبدأ تكسر الفود لنيوترينتس، لعناصر غذائية. طيب بيقول لي the walls of the small intestines، اللي هي الجدران بتاعت السمول intestines، الأطراف بتاعتها ديت بيبقى فيها cells، خلايا. الخلايا دي بتعمل absorption للنيوترينت، بتبدأ تمتص النيوترينت من الفود اللي كان موجود فيها. خلاص؟ طيب بعد ما بتعمل absorption للنيوترينت بيقول لي the walls of the small intestines absorb these nutrients through tiny blood vessels، عن طريق أوعية دموية صغيرة موجودة في الوولز بتاعت السمول intestine to carry them to all body parts، عشان توصل بقى النيوترينز ديت لرجلي، توصلها لإيدي، توصلها لدماغي، توصلها للجسم بتاعي. أي بارت في الجسم بتاعي عايز نيوترينت تبدأ تبعتها له. طيب بيقول لي the body doesn't benefit from some parts of food، يعني في دلوقتي الأكل اللي احنا أكلناه فيه حاجات ما بقتش مهمة في الأكل دوت. طب إحنا نعمل إيه؟ بيقول لي الأجزاء اللي مش مهمة في الأكل ديت بقت undigested material، مواد غير مهضومة. المواد الغير مهضومة ديت هتبدأ بقى السمول انتستين، مش هو ماشي كده هيوصل بعد آخر السمول انتستين يروح طالع في اللارج انتستين يبعت لها الundigested material. طيب أول ما اللارج انتستين توصل لها الundigested material ديت هتعمل إيه؟ تعالوا نشوف، بس نعمل ريفيجن بسرعه على السمول انتستين. قلنا السمول انتستين هي عباره عن لونج وايندينج تيوب، الطول بتاعها مور ذان 6 مترز. هنا بيقول لي ان البنكرياس والليفر سيكريتس ذير جوسز، بتخرج العصارات بتاعتها وتحطها في السمول انتستين، وديت بتحول لي الفود انتو نيوترينت، بتحوله لعناصر غذائيه. بيقول ان الوولز بتاعت السمول انتستين، يعني الجدران بتاعتها، الجدران ديت بيبقى فيها بلاد فيزلز. البلاد فيزلز اللي هي الاوعيه الدمويه دي بتبدا تعمل ابزوربشن، بتمتص النيوترينت من الفود وتبدا تبعته لكل البادي بارتس، اي جزء في الجسم تبدا تبعته. طيب وبعدين بيقول لي تحول الفود عندي بقى عندي undigested material، مواد غير مهضومه، دي ضاره لو فضلت في الجسم بتاعي هتضره. السمول انتستين تعمل فيها ايه؟ تروح مودياها لللارج انتستين. طيب ايه اللارج انتستين وبتعمل ايه اللارج انتستين؟ بيقول large intestine it's a tube، هي أنبوبة.
اوكي مالها؟ بيقول it's a tube that starts from the end of the small intestine، هي بتبدأ من النهاية بتاعت السمول intestine هنا and end with anus، يبقى هي بتبدأ بالسمول intestine وبتنتهي عند الانوس، وقلنا الانوس دوت المكان اللي احنا بنخرج منه الفضلات بتاعتنا في الحمام. بيقول it absorbs water from undigested material، دلوقتي الاكل او الطعام اللي احنا اكلناه بقى فيه مواد ضاره، undigested material مواد غير مهضومه ضاره. طيب السمول intestine وديتها لللارج intestine، هتبدا اللارج intestine تعمل absorption للووتر منها، تمتص الميه منها فتتحول لحاجه اسمها solid waste، فضلات صلبة. بيقول لي that leave the body through anus، تبدأ تخرج الفضلات ديت من الانوس. بيقول there is no digestion process occurs in the large intestine، يعني مفيش أي عملية هضم بتحصل في اللارج intestine. خلاص يبقى اللارج انتستين بيقول لي بتبدا بالسمول انتستين وبتنتهي بالانوس، بتعمل ابزوربشن للووتر من الاندايجستد ماتيريال فبتتحول لسوليد ويستس. بعد كده السوليد ويستس ليف ذا بودي، بتسيب الجسم عن طريق الانوس، بتخرج من الجسم عن طريق الانوس. طيب بيقول ذا اورجنز هنا في النوت طيب هنا بيقول لي the organs of the human digestive system have different structures، ليها أشكال مختلفة to do different functions and this considered as a structural adaptation. يعني بيقول لي إن الأعضاء بتاعت الدايجستيف سيستم هي أشكالها مختلفة. عندي الاستومك مش شبه الإسوفيجس، مش شبه الماوث، مش شبه السمول انتستين ولا شبه اللارج انتستين. طب دي أجزاء في البادي بتاع الليفنج اورجانيزمز، في الجسم بتاع الكائنات الحية، فبالتالي دوت structural ولا behavioral adaptation؟ ده structural adaptation. طيب بيسألني سؤال بيقول لي ايه اللي هيحصل لو one of the organs of the digestive system is absent، يعني لو عضو من الأعضاء اللي موجودة في الدايجستيف سيستم ما بقاش موجود، ايه اللي هيحصل للدايجستيف سيستم؟ هل هيقدر يهضم يعمل digestion process ولا مش هيقدر؟ مش هيقدر طبعا. فبيقول لي the digestive system couldn't do its function correctly، مش هيقدر يعمل الوظيفة بتاعته بصورة صحيحة. طيب لا خلاص ماشي. هنا بيبدا يكلمني على الاستومك والسمول انتستين واللارج انتستين واحنا كده اتكلمنا عليهم. طيب بيقول لي ازاي احافظ على الدايجستيف سيستم بتاعي ان هو يبدا يكون سليم، يفضل سليم. اول حاجه بيقول لي ان احنا نعمل drinking a lot amount of water، نشرب كميه كبيره من المياه. تاني حاجه بيقول لي chewing the food well، نمضغ الطعام واحنا بناكل، ما نبلعش كده على طول، لان انا لو بلعت الاكل من غير ما اهضمه هيخش هنا في الاسوفيجاس ويعوره او يأذيه، فهيضر الدايجستيف سيستم بتاعي. فنعمل chewing the food well، نمضغ الاكل كويس. اخر حاجه بيقول لي don't eat much fast meals، ما ناكلش وجبات سريعه كتيره زي البرجر بقى، البيتزا، الكنتاكي والحاجات ديت، نبدا ان احنا نقللها على قد ما نقدر. طيب بيقول لي put each of the following word in front of its suitable sentence، هنحط كل كلمه من هنا في المكان الصح بتاعها. اول حاجه مين اللي بيعمل ميكسز للفود with acids and digestive juices؟ انا عرفت ان الاسيد والdigestive juices دول موجودين في الاستومك، يبقى مين اللي بيعمل ميكسنج للفود with acids and digestive juices؟ هتبقى الاستومك، هكتب عليها نمبر 1. طيب a system that breaks down food into smaller parts، مين السيستم اللي بيبدا يكسر الفود لاجزاء صغيره؟ انا عارف ان هو الdigestive system. طيب بيقول لي it absorbs water from the undigested material، مين اللي بيمتص الميه من الundigested material، من المواد الغير مهضومه؟ انا عارف ان الوظيفه دي بتقوم بيها large intestine، يبقى large intestine. بس كده خلاص احنا خلصنا الdigestive